كمان تقرير ومؤسسة فذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في محافظة بني سويف، إحدى أخواتنا الفلسطينيات من غزة، واللي سمت بنتها كذلك غزة. أختنا أم غزة حلت بها الرحال على أرض هذه البلدة في عزبة حسين سليمان علشان أهل الفضل يدوها قطعة أرض تعمل عليها بيت. بفضل الله عز وجل أهل الفضل وصلوا معاها للبيت على الهيئة اللي حضرتكم شايفينها، هيئة بدائية جدا. لازال البيت خالي تماما، ولازال البيت بدائي، حتى السقف بتاعه من الحطب، ولازال البيت محتاج سقف من الحطب لأوضة واحدة أو أوضتين في البيت. لذلك أنا بعمل دلوقتي لقاء مع أختنا أم غزة، اسمع منها، ويوم ما تيجي إن شاء الله بإذن الله عز وجل تشوف الحالة، تشوف هويتها، بطاقة الهوية بنفسك، علشان تعرف بتتعامل مع مين، وعلشان يطمئن قلبك إن أنا عينك اللي بتجد لك الحالة المستحقة على الحقيقة. اللي أنا فهمته إن كل الأهل استشهدوا، زي ما هي بتقول، كل الأهل استشهدوا ولم يبقى إلا هم. جم على مصر أهل الخير عملوا المكان اللي حضراتكم شايفينه، يعني لو أطلقنا عليه بيت مجازا هو عبارة عن سور حوالين غرفة. إحنا عايزين نكمل هذا البيت لإخواتنا. الكاميرا هتجيب لحضرتك البيت محتاج إيه، ده محتاج بيت علشان يبقى بيت. الكاميرا هتجيب لحضرتك، اوعى تبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. هذا باب من أبواب الجهاد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وفي مقابل ذلك بأن لهم الجنة. لو عايز تشارك معنا انظر أسفل الشاشة، هتلاقي الأرقام ديت صورها وتواصل مع المؤسسة علشان توصلك تشوف الحالة بنفسك، أو تتواصل مع الحالة من خلال المؤسسة علشان أخد أجر زيك بالضبط. يا رب يتقبل مني ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية، وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت.